احنا مش لاقيين مهاجم في الدوري المصري قادر ان هو يفيد منتخب مصر المحليين مع كابتن حلمي طولان. محمد شريف مع احترامي ليه، انا شايف ان هو مبطل كوره. يعني محمد شريف لا، صعب صعب جدا. محمد شريف مش هو ده محمد شريف اللي كان مع النادي الاهلي من 3 4 سنين. وان هو مع احترامي برضو كان بيلعب في الدوري المصري، وان طبعا النادي الاهلي هو اقوى من كل الفرق اللي بيلعبهم، فكان بيقدر ان هو يسجل اهداف. لكن مع منتخب مصر لا، محمد شريف انا بالنسبه لي ضايع من اللي انا شفته في ماتش الكويت. لا، محمد شريف مبطل كوره. فاحنا عندنا مشاكل كبيره. فبدايه الماتش منتخب مصر ضاغط، منتخب مصر بيهاجم. في الدقيقه الثانيه فرصه لغنام محمد، الكره اللي شاطها والجون صدها. في الدقيقه الرابعه فرصه لمحمد النني، بعديها فرصه لياسين مرعي، فرصه لمحمد شريف، فرصه لرجب نبيل. يعني في فرص منتخب مصر في اول ربع ساعة كان قادر ان هو يطلع نفسه من ربع ساعة كسبان 3-0. بس احنا ما عندناش اللي يخلص قدام. وتحركات محمد شريف غريبة غريبة. دي في كرة في ال6 ياردة، انا مش عارف يعني الكرة اللي المفروض لازم يطلع لها بجامب ويلعبها بالهيد، هو نط عليها برجله. حتى رجليه بدل ما يحط بطن رجله، انا ما اعرفش هو كان بيستلمها ولا بيوقفها ولا عايز يباصيها ولا. يعني محمد شريف انا كنت حاسس ان هو مدافع خامس مع منتخب الكويت. فكان منتخب مصر عنده فرص كتير جدا في الشوط الاولاني، عكس التوقعات اللي احنا كنا شايفين ان منتخب مصر بالتشكيل ده هينزل يدافع ويلعب تحت الكوره ويبتدي ان هو يلعب على التحولات الهجوميه. اكرم توفيق لعيب كبير ولعيب خبره ولعيب راجل. انا بالنسبه لي هو رجل المباراه هو اكرم توفيق، بعيدا طبعا عن قفشه اللي نزل قلب الدنيا وسجل هدف، فكان طبيعي ان هو ياخد رجل المباراه. اكرم توفيق هو اجهز لاعب في منتخب مصر. قوي بدنيا وسريع راجل وعنده حمية وعنده روح غير طبيعية. أكرم توفيق مش محتاجين نتكلم عليه طبعا ان دي طبيعة أكرم توفيق. بس أنا شفت فيه جاهزية امبارح ما كانتش موجودة قبل كده في أكرم توفيق. وده من ضمن اللعيبة اللي قلنا نتمنى إنها تروح منتخب مصر الأول. النوعية بتاعت أكرم توفيق دي اللعيبة اللي أنا عاوزها، اللعيبة الرجالة اللي عندها روح وحمية، مش لعيبة بتخاف على رجليها ولعيبة بتخاف على نفسها. والغريب في أكرم توفيق إن هو كاتب على التيشيرت رقم 12 مفاسة، ده الاسم المفضل ليه طبعا اللي كان موسيماني دايما بيناديه بيه.